اكتر دراع ناجح ومنتشر هتشوف منه اصدارات هو الجي 7 برو. رجعنا منه 3 انواع والنهارده هنجرب الرابع. معانا اصدارة ال 8K من ايم لابس. في الموديل ده جيم سير يعتبر صلحت كل الاخطاء وقدمت كنترولر عظيم. بس استنى، يعني مش عايز اقولك الحلو ما يكملش لانه ممكن يكمل بالنسبه لك. في حاجه ما عجبتنيش خالص في الفيرجن ده. بقولك ايه، ما تروق على اخوك كده ينوبك ثواب، واعمل لايك واشترك في القناه واكتب لي تعليق حلو زيك كده. احبك والله. هيا بنا في رحله شبابيه جديده. العلبه عاديه خالص، واخده لون اخضر غامق وسيم الام لابس. الدراع بيجي بترخيص رسمي من مايكروسوفت، وكذلك بتعاون مع ايم لابس وترخيص رسمي منها. الكنترولر اللي معانا بيجي باللون الاسود وبعض الاجزاء لونها اخضر غامق. خامات التصنيع من البلاستيك عالي الجودة، ماتريال محترم زي اللي متعودين عليه. جي 7 برو بيجي بالاكس بوكس لاي اوت مع زراير بسيطة كده اضافية في الظهر. الكنترولر بيتوصل من خلال 3 أنظمة وايرلس عن طريق دونجل يو اس بي، وده الكينج اللي معانا بدون منافسة، يعني 12 بت 8000 هرتز بولينج ريت و0.5 ملي سكند. وبيتوصل كمان عن طريق البلوتوث فيرجن 5.3، وده من احدث الاصدارات وبيغطي مسافات طويلة جدا. واخيرا بيتوصل بسلك، والسلك معانا مميز قوي، شيلد ومتين وطوله 3 متر، وده هينفع قوي في المساحات الكبيرة. الدراع اللي معانا بيشتغل بنظام واحد بس، وهو ده عيبه، كمبيوتر فقط، مفيش اي دعم لاي منصة تانية. في الدراع من تحت عندنا فتحة 3.5 مللي للسماعات. الزراير الأساسية ال A وال B وال X وال Y اوبتيكال مايكرو سويتش، ودي من أفضل وأسرع سويتشات التحكم اللي هي عاملة زي كليك الماوس كده. الدراع شغال بنظام الهول افكت زي ما جيم سير مشهورة بالانتي دريفت، ودي تقنية بتخلي الحركة جوه مجال ماجنتيك بدون أي أجزاء ميكانيكية في النص، وده طبعا بيخلي الأداء أحسن وبيدينا عمر افتراضي أطول، بيوصل 5 مليون سايكل. الستيكس هنا شغالة بنظام التي ام ار جين 2، وده تطوير للهول افكت العادي، بيبقى فيه استجابة ودقة اكتر للحركة. هتلاحظ ان الحركة كده سموث اكتر من الطبيعي. التي ام ار ستيكس جين 1 بتاعت التريبل زي كانت خفيفة بزيادة، وقلت كده في المراجعة، ما عجبتنيش بصراحة لان بحب يكون فيه مقاومة شوية معايا في الدراع. اما الجين 2 دي عظيمة جدا وعجبتني قوي. عايز اقولك الستيكس استجابتها سريعة وفي نفس الوقت بتاخد كده مقاومة خفيفة، الزرار ما بتلاقيهوش عايم تحت ايدك. الجيمرز هيفهموا الكلام ده قوي. ال R2 وال L2 نقدر نبدل في السويتش بتاعهم ما بين الدوسة العادية الميكانيكال او المايكرو سويتش، زي برضو الاصدارات اللي قبل كده. من خلال الزرارين اللي ورا بنغير المود بتاع الضغطة. معانا زرارين في